إلا طحتي في هذا الفيديو راك محظوظ، حيت غتلقى فيه ملخص واحد من الكتب الأكثر مبيعًا في العالم، وغنشرح لك بالتفاصيل النقاط المهمة اللي جات فيه واللي بدلات حياة بزاف د الناس. الكتاب اللي كندوي عليه أكيد عرفتيه من خلال عنوان الفيديو، العادات الذرية Atomic Habits ديال جيمس كلير. الذرية بمعنى شي حاجة اللي صغيرة بزاف بحجم الذرة. نتا ولا نتي ما محتاجش تقرا الكتاب كامل، حيت في هذا الفيديو غنطرقوا لجميع النقاط اللي جا بيهم جيمس في الكتاب ديالو طرق لواحد النقط مهمة. النقطة الأولى كتقول بلي العادات اللي كيبانوا لينا صغار وماشي مهمين إلا درناهم كل نهار تقدر تكون عندها تأثير كبير مع الوقت، حيت حتى تغيير صغير في العادات يقدر يخلق فرق كبير على المدى الطويل. مثلا العادات اللي كنديرو في روتيننا اليومية واخا كتكون صغيرة ماشي شرط تكون تافهة. مثلا إلا كنت كنتعلم لغة جديدة ولا حاجة جديدة، إلا درت غير 15 دقيقة كل نهار مع الوقت غادي نلاحظ فرق كبير. إلا درت غير 10 دقائق نتعلم فيها الكلمات مع الشهور غادي نولي قادر نهضر بها شوية بشوية. وهاد العادات الصغيرة هي اللي كتجمع باش تصنع الفرق الكبير مع الوقت. مثلا واحد يقرر يجري غير 5 دقائق كل صباح، في الأول ممكن يبان قليل ولكن مع الأيام غيكون سهل باش يزيد في المدة ويولي يجري مثلا نص ساعة في السيمانة. وهاد التغيير التدريجي هو اللي كيساهم في خلق النتائج الكبيرة على المدى الطويل. النقطة الثانية اللي جا بها جيمس كيأكد على النظام بروسيس. كيقول لك النظام كيتغلب على الأهداف أحسن من التركيز على الأهداف. جيمس كيقول أن التركيز على الأنظمة، يعني عوض ما تركز على النتيجة النهائية خصك تركز على الطريقة اللي غتوصل بها الهدف ديالك. على شنو خاصك دير؟ مثلا باغي نخسر 10 كيلو، خصني نفكر شنو نقدر ندير يوميا باش نكون قريب لهذا الهدف، حيت هاد العادة اليومية اللي غندير هي اللي غتحدد النتيجة، ماشي الهدف ديالي هو اللي يركز النتيجة اللي غنوصل ليها. مثال آخر، واحد اللي باغي يولي رياضي إلا ركز غير على الهدف النهائي بحال بغيت نولي عندي عضلات ممكن يحس بالإحباط حيت الهدف بعيد. ولكن إلا ركز غير على دير الرياضة كل 30 دقيقة بلا ما يحط ضغط كبير على راسو غادي يحقق الهدف بشوية بشوية بلا ما يحس. النقطة الثالثة اللي جات في الكتاب هي قانون 1%. الفكرة هنا هي أن سين واخا يكون بنسبة غير 1% كل نهار تقدر توصل بك لنتائج كبيرة مع الوقت، حيت هاد العادات اليومية الصغيرة هما اللي كيبنيو النجاح الكبير. مثال، إلا كان شي حد ما كيهتمش بالنظام الغذائي ديالو وقرر يبدا غير بشرب كاس ديال الماء كل نهار في الصباح، هاد العادة الصغيرة مع الوقت غادي تكون عندها تأثير إيجابي على صحته العامة. مثال آخر، واحد تا هو بغى يبدل ويحسن من صحته وقرر يبدل غير عادة وحدة صغيرة كل سيمانة. مثلا ما كانش كيشرب الماء بزاف غادي يبدا يزيد بشوية بشوية وغيبدا ينقص السكر تا هو بشوية شوية. هذا غادي يولي عنده جسم صحي احسن من اللي كان عنده بلا ما يحس مع الوقت. النقطة الرابعة كيدوي على تغيير الهوية الذاتية. مثلا باش نبدل العادات ديالي خاصني نبدل النظرة اللي كنشوف بها راسي. عوض ما نقول انا بغيت نحبس الكارو ولا نحبس التدخين غادي نقول انا ماشي مدخن، انا ما كنكميش. ماشي زعما كنكذب على راسي ولا ماشي انا اسد، غير كنحاول نبني واحد الهويه جديده مع راسي ولا واحد التصور جديد للشخصيه ديالي اللي غيبدا العقل ديالي يامن به مع الوقت وغيشوف راسو تا هو هكاك، ما يبقاش يتقبل داك الشخص ديك الفيرسيون القديمه ديالي، مثلا هذاك الشخص اللي كيكمي. ولا هاد التغيير في طريقه التفكير كيأثر على التصرفات ديالك. ملي تبدل الهويه الذاتيه ديالك التصرفات ديالك غادي تتبع داكشي. واحد ليكزومبل، شي واحد كيبغي يدوي في اجتماعات العمل ممكن يبدا يقول مع راسو انا شخص عندي الثقه باش ندوي قدام الناس، حتى لو انه كان خايف من الاول مع الوقت هاد الطريقه غتبدل التصرف ديالو ويولي فعلا كيهضر بثقه. عاود في الكتاب كيجيب لنا القواعد الاربعه للعادات الجيده، كيفاش كل عاده خاصها تتبع واحد 4 القواعد باش تولي بصح عاده يوميه وجيده. القاعده الاولى، نوضح هاد العاده. باش تبدا شي عاده جديده خاص تكون واضحه وسهله. مثلا كنت باغي نبدا الرياضه خاصني نحط خطة واضحة، غنقول كل صباح غنفيق مع 7 صباح غنخرج نجري شوية. القاعدة الثانية، نخلي هاد العادة جذابة باش تكون عندي الرغبة في الالتزام بها. مثلا ندير الرياضة مع صحابي ولا نسمع الموسيقى اللي عزيزة عليا، هكا بلا ما نحس غتولي عزيزة عليا الرياضة حيت ديما مليا مع شي حاجة اللي زوينة وعزيزة عليا. القاعدة الثالثة كتقولك خلي العادة سهلة، بدا بعادات صغيرة ماشي معقدة. مثلا كنت باغي نقرا كتاب كل شهر غنبدا ب5 دقائق كل نهار، بشويه بشويه غادي تولي نقرا ساعات. القاعده الرابعه اللي جات في هذه النقطه
كيقول لك خلي العادة مرضية. كيقصد هنا بمرضية بحال addictive، يعني تولي مدمن على هاد العادة. خاص تكون عندها نتيجة كتشجعك تكمل. مثلا ملي تشوف نتائج إيجابية في الجسم ديالك مورا شهر من الرياضة غادي تبغي تكمل، حيت النتائج جابت لك فرحة كبيرة وإحساس حتى بالفخر. مثال آخر، واحد باغي يتعلم البرمجة ولكن حاسس بالضغط حيت المجال كبير، ولكن إلا بدا غير كيتعلم سطر بسطر من الكود كل نهار ودار خطة واضحة، بحال كل ليلة قبل النعاس غادي نقرا واحد 10 دقائق على البرمجة، غادي يولي يتعلم بلا ما يحس. وكل نهار غادي يطبق شويه من داكشي اللي كيتعلم حتى غيبدا يكودي مزيان. ومورا هاد القواعد الربعه اللي جاو في النقطه الخامسه غنكون وصلنا للنقطه السادسه. هاد النقطه السادسه كيقول لك كيدوي على تاثير البيئه، لونفيرونمون اللي داير بك. الكتاب كيأكد على ان البيئه ديالك كتاثر بزاف على العادات ديالك. الا كنتي في بيئه كتسهل عليك تبدا العادات الجيده غادي تلقى سهوله في التغيير. مثلا الا باغي نحبس الماكله الغير صحيه غنحاول نحيدها من الدار من الاول، ما غنشريش داكشي اللي عارفه انا ماشي صحي ما ندخلوش للدار، دونك ما غيبقاش داير بيا، ما يبقاوش هاد المغريات. مثلا الا كنت كتقرا ولكن كتضيع الوقت في التليفون حاول تبعد التليفون وقت القرايه باش تحيد هذاك التشتيت الذهني ديالك وتكون في بيئه مهيئه للنجاح. النقطه الاخيره والسابعه اللي جات في الكتاب واللي مهمه ولا ناكد عليها حتى انا هي الصبر، الالتزام، كوميتمنت، لونغاجمون. الكتاب كيشدد على ان التغيير كياخذ الوقت وماشي كل حاجه غادي تبان النتيجه ديالها بسرعه. العادات الجيده بحال الزرع، خدت الوقت باش تنمو وتعطي الثمار. الا التزمت بالعادات غادي تلقى النتائج على المدى الطويل. مثلا واحد كيدير دايت وكياكل صحي وما شافش النتائج في الاول غادي يحس بالاحباط، ولكن الا صبر والتزم بهذيك الدايت غادي يلاحظ الفرق في الشهور المقبله. وكخلاصه العادات اليوميه الصغيره هما اللي كيخلقوا فرق كبير في الحياه. هذاك الشيء اللي كدير كل نهار كيعني بزاف، حتى الا كانت صغير مع الوقت كتولي جزء من حياتك وكتجمع لك النتائج كبيره. يعني الا كان عندك هدف كبير ركز غير على العادات اليوميه اللي غادي تقربك ليه بشويه بشويه. مثلا واحد اللي باغي يوصل لهدف كبير في الصحه، الدراسه ولا العمل خاص يركز على ديك 1% ديال التحسن اليومي. نرجعو ديما للمثال ديال الرياضه، واحد اللي كيدير الرياضه كل نهار واخا غير مده قصيره مع الوقت غادي يبان عليه الفرق في الصحه ديالو وفي المظهر ديالو. نفس الشيء كيقدر يكون مع العادات السيئه، حيت الا كنت كدير واحد الحاجه ضاره يوميا غادي ضروري تجيب لك المشاكل في المستقبل. باش وصل اي حاجه في الحياه اهم حاجه هي الالتزام بعادات صغيره ولكن مستمره. وصلتي حتى لهنا، شكرا على المشاهده.